من باب تقريب الفكره يعني من بعده يعني في هذه الفتره بعده بالتاكيد يعني ممارس بيصير على زياده النجم، لكن كتاريخ مقارب او قبل في سنه او سنتين، لان احيانا ولاده الرحاله او زيارته تتعارض بولاده رحاله او زيارته، يصير تداخل بالنسبه. بالنسبه للاخ اللي ذكر التاريخ الميلادي والهجري، نعم قسم ناولته في كتاب التاريخ الهجري والميلادي صار ايضا تداخل بالتاريخين. الاستاذ اللي ذكر انه ضابط موضوعي من الصعوبه هي بالامكان انه نجد ضابط موضوعي لهذا الشيء، لان الرحلات على اختلاف اهدافها وغاياتها، فيجب ان يكون رابط في هذا الموضوع فعلا. احنا نفس الان تناولنا الموضوع، اذا تناولناها واحده او اثنين نقدر نسيطر على الموضوع، لكن 160 راح اي رابط عندنا ما نقدر نسيطر على هذا. لو قليلات بالامكان. الاستاذ الحجار اللي اشار الى نتائج زياره فعلا، بس النتائج سلبيه كانت وما تصب في مصلحه النجم اصلا، يعني رحله مستر هنبر هو اساس الوهابيه بالنجم وغيرها ايضا، يعني قسم نشر افكار تتعارض الى عقيدتنا، ففعلا رايكم في محله وشكرا. بالنسبه للسيد هناك الموسوي، هذا رحله غير الزياره، هذا رحله فعلا لها مو فقط انت اللي اشكلت على الموضوع، طلبني من القاموس في بغداد يعني قد احيانا تكون سيره ذاتيه للشخص. يعني انا كتبت في هذا الكتاب مثلا رحله رفسنجاني هي سيره ذاتيه اصلا، لكن ضمنت رحله، فالرحلات المكتوبه مستقله اقل من هذا العدد، لكن انا استبدلتها واعتبرتها رحله، هي ضمن السيره وضمن المذكرات ايضا تدخل في هذا الموضوع. شكرا سيدي. بالنسبه للاستاذ جمال نتائج الرحله كانت نتائج سلبيه مثل ما ذكر الاستاذ، ويجب ان تدرس هذه الرحله بنتائجها. ربما اكو قضايا سلبيه تتضمن وضمن السلبيه. بالنسبه للتاثير البرتغالي هذا دخل لنا في المجتمع وشاف، لكن اصر على المقارنه بذاته، يعني حتى في اشكالات كثيره على رحلته ومقالات كتبت على رحلته. بالنسبه للاستاذ القاضي صباح الصبحي اشكل على الموجوده في هذا الكتاب، رحله مسكنه ورحله الوالدي ايضا اشكل، لكن الوقت مسنون التي ما يكون حتى عم لكن هذه ما تركز عن كثره الرحاله والوقت ادركنا ايضا، فننظر اذا تقبل وانا شفتك الاوروبيين ما نعم، واكو رحاله في بدايه العلماء مثل رحلتين ليجي داور ايضا عندها رحله، اكو رحله سينمائيه ايضا صار سنه 1925 هذا الحديث يكون الموضوع ايضا قريب. وانا شفتك استعرضت الاوروبيين يعني وما ذكرت لا هو موجود. شكرا استاذ. سماحه الشيخ ايضا موضوعكم ايضا المفروض ان نتناول موضوع الفقه يعني وتعدد الاراء الفقهيه يؤخذ بالنظر الاعتبار، لكن تبدي بعد اجتهاداتي وهذا صلب اختصاصكم موفقين ان شاء الله. شكرا للحضور الكرام وامل ان تنال رضاكم هذه المحاضره، والسلام عليكم. شكرا للاستاذ المحاضر رياض الحكيم. نلتقيكم غدا ان شاء الله الساعه 10 مع محاضره الاستاذ الدكتور عباس علي.